السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، اليوم وكالة الأنباء الجزائرية خرجت لها طاي مع مملكة مراكش وقالت لهم انتم غير تاع تلوين، وهذه بسبة الخرائط اللي راه الإعلام المروكي وجريدة ماروك يبدو اقتطعوا فيها أجزاء من الأراضي الجزائرية حتى تندوف بالعباس وأجزاء أخرى. وكالة الأنباء اليوم وعلى غير العادة دارت رد أسطوري، نقرأه مع بعض جملة جملة ونضحكوا مع بعض. تبعوا معايا الفيديو، ديروا لايك. في البداية وكالة الأنباء أعطتهم الحس وقالت لهم راكم ديروا في هذا الصوالح غير باش تلهوا الشعب المغربي احتجاجات الأفارقة والاحتجاجات اللي راه صارية وغلاء الأسعار في المملكة. وقالت لهم قالت لهم أن قصر الملكي في الرباط والمعروف بعدائها للجزائر لنشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية يعكس الأطماع التوسعية المغربية ضمت من خلاله أجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء آلاف الشهداء إلى مملكة ألفت صناعة حدودها افتراضيا أو على الخرائط بأقلام التلوين التي لا تحتاج سوى ممحاة في يد طفل لا يتعدى 3 سنوات ليعيد للمخزن رشده. قالت لهم باللي توما القصر الملكي عنده أطماع توسعية باش يدي أراضي من الجزائر اللي تم تحريرها بدماء الشهداء، على عكس أطماع مملكة التي تريد الاستيلاء على أراضي بأقلام التلوين. نزيدوا نكملوا خاوتي. قالت لهم ثاني وكالة الأنباء فلا غرابة أن يكون المغرب البلد الوحيد في العالم الذي له مشاكل مع كل جيرانه، إذ يحتل أراضي الصحراء الغربية جنوبا، بل تمتد أطماعه إلى موريتانيا التي لم يعترف باستقلالها إلا سنة 69، وشن الحرب ضد الجزائر التي لم تداوى بعد جروح المستعمر سنة 63، ولا يزال في أخذ ورد مع جيران آخرين بسبب العقلية التوسعية للمخزن. بالأكيد عندهم عقلية توسعية غفير صانهم، وراهم يتخبئوا في وقت اللي تضعف أي دولة يقول لك نروحوا نقزوا عليها. أما حاليا المغرب دولة ضعيفة جدا لا تستطيع حتى الحديث عن أراضيها المحتلة سبتة ومليلة. لكن أنا قاع في المقال ثاني تاع وكالة الأنباء اليوم أنا عجبتني هذه خاوتي، نقراوها مع بعض. ولعل الشيء الوحيد الصادق فيما نشره البوق المخزني هو اللون الأحمر الذي اختاره ضمن خارطة الأراضي الجزائرية، والذي يرمز لتضحيات هؤلاء الشهداء الذين دون أدنى شك سلموا الأمانة لأجيال تدرك معنى الأرض والتضحية. بمعنى قالوا لهم الحاجة الوحيدة اللي راكم فيها نيشان هي اللون الأحمر اللي راكم درتوه على الأراضي الجزائرية، لأنها حررت بدماء الشهداء ربي يرحمهم إن شاء الله. وهذا الشهداء خلوا الأمانة لأجيال تعرف مليح معنى الأرض والتضحية، وانتم مملكة ما عندكمش حتى صباط شهيد، معناتها ما راكمش عارفين. ونزيدكم هذه ثاني شقات لهم، فالويل لمن تسول له نفسه الاعتداء على ذرة تراب مسقية بدماء الشهداء. بمعنى آخر عمي شنقريحة تغلطوا تقولوا كلمة وبرك ينوض المطرية كلمها لكم في الرباط. وفي الأخير خاوتي ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناة.